خالد الغندور نجم الزمالك السابق، اشمعنى الخطيب اسطوره عند الزملكاويه وشيكابالا او محمود عبد الرازق مش اسطوره عند الاهلي؟ يعني لا تعليق، يعني لا تعليق بصراحه، يعني ما اعرفش، يعني الموضوع ما اعرفش انت كابتن خالد حضرتك بتقارن ايه بايه؟ يعني ما فيهاش خالص، يعني معلش. هو ده انا عارف ممكن حضرتك بتحاول تخلي جمهور الزمالك جمهور الزمالك يرضى عنك، يخش لك على الكومنتات، يعمل لك لايك ويعمل لك لاف ويعمل، فاهم قصدي في الحاجات دي، بس مش على حساب كابتن محمود الخطيب. يعني معلش يا جماعه، يعني في اسماء كده والله ما ينفعش تقارنوها بحد. واضاف ولا عشان اي حد يجيب سيره محمود عبد الرازق يبقى ونبقى كابتن. انت سبت ايه للاطفال الصغيره دي؟ يعني سبت ايه للاطفال الصغيره دي؟ انت واحد من الناس كنت اتمنى تقف جنبي وتسلم عليا، فانا يعني والله يعني كنت اتمنى تقف جنبي تسلم عليا. فما ينفعش ترند ايه وبتاع الكلام ده. الاطفال الصغيرين اللي عندهم، اللي لسه يعني مواليد 2008 2009 2010 2011، يعني الحته دي هم اللي يقولوا بقى الكلام ده. انت حضرتك ما ينفعش تقول كده، انت كبير، يعني انت المفروض كابتن، فما ينفعش الكلام الصغير ده، ما ينفعش. ده انت كنت كابتن، بيتقال عليك كابتن وما لعبتش ولا لعبت منتخب اصلا، يعني مش لعيب دولي، لعيب محلي. يعني كنت تتمنى تقف جنبي، وكنت دايما بتقعد تجيبني في البرامج عشان اصيطك، عشان الناس تعرفك. فعيب يا كابتن خالد، الترند ده بالترند، والله هقولها تاني. يعني الترند ده اتعمل قبل ما الناس تعرفه اصلا. الكلام ده كابتن خالد اكبر بقى شويه، خلي الدماغ كبيره بتاعتك شويه كده، خلي تصريحاتك عقلانيه، خلي التصريحات بتاعتك تبقى متوازنه. بس اما هتقعد تقول الكلام ده بتاع الاطفال الصغيره يا كابتن خالد. يعني ممكن ابنك يقول، مع احترامي ليه طبعا، ربنا يخليه لك ويحفظه، ابنك الصغير هو اللي يقول الكلام ده، واعتقد كبر دلوقتي، يعني اللي هو ابنك الاهلاوي. يعني هو ممكن، بس اعتقد ان هو هيدافع يعني. اي اي حد تاني ممكن يتكلم غير الكلام ده يا كابتن، عشان عيب بصراحه.